حبايبي مرحلة ابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. زي كل مرة احنا بناخد 3 حروف جديدة. هناخد النهاردة أول حرف هو حرف الزيتا. حرف الزيتا شبه الزت بالإنجليزي وبننطقه دايما زين. يبقى حرف الزيتا بننطقه زين. كنا احنا خدنا حرف الإكس قبل كده، وحرف الإكس كأنه 2 زيتا في بعض زي ما قلنا قبل كده. يبقى عندي حرف الزيتا بننطقه زين. عندي كلمة زخري اللي هو السكر. كلمة زخري اللي هو سكر. يبقى حرف الزيتا بننطقه زين. ادي النشتي وادي الشكل الكوجي. تاني حرف هو حرف الفي. حرف الفي ادي الشكل النشتي وادي الشكل الكوجي. حرف الفي بننطقه ف. وزيه زي حرف الفاي. قلنا ان الفرق بينهم ان الفاي من اصل ديموتيقي والفي من اصل يوناني. يبقى حرف الفي بننطقه ف دايما. عندنا مثال زي كلمة افيوم. افيوم اللي هو البحر. افيوم اللي هو البحر. يبقى حرف الفي بننطقه ف زي كلمة افيوم بحر. تالت حرف هناخده هو حرف الثيتا. الثيتا بنطلع لساننا في النطق. الثيتا ليه نطقين. ده من الحروف اللي ليها طريقتين للنطق. بننطقه ت او ث. بننطقه ت لو جه قبله واحد من الحرفين دول، لو جه قبله شاي او سيما تسهيلا للنطق. يبقى لو جه قبله شاي او سيما بننطقه ت. زي كلمة اشتين. اشتين اللي هو القميص. طب لو ما جاش قبله لا شاي ولا سيما بننطقه ث عادية زي حرف الث في العربي. زي كلمة إث أواب. إث أواب اللي هو قدوس أو مقدس. إث أواب يعني مقدس. يبقى حرف الثيتا ليه طريقتين له النطق. بننطقه ت لو جه قبله حرف الشاي أو حرف السيما. طب لو ما جاش قبله بننطقه ث زي كلمة إث أواب مقدس.